هي المسلسلات المصرية عاوزة مننا ايه؟ الفنانين بتوع مصر عاوزين مننا ايه؟ بقلب في المقطع كده. زمان كان في افلام هادفه بقى، وفيلم ليه محمود المليجي وفريد شوقي والناس دي، كان في قصه. بقلب كده بيقول له يا طارق انا عاوز فلوس. قال له لا، ما انت مش هتفضل تبتزني كل شويه. والله ما اعرف المسلسل اسمه وربنا. قال له شفت ده بالصدفه. ايه يا عم الحاج؟ قال له لا، ما هو انا بكمل اللي ناقص عندك. انا قلت اللي ناقص عنده مثلا كان على راجل عاوز زيت برفان وراح جابها له، كان عاوز كيس شمعدان وراح جابه له، كيس شيبسي. المهم قال له ايه بقى؟ قال له انت رحت خدرت مراتك وجبتني، عملت مع مراتك علاقة عشان تحمل وتخلف، وانت ما بتخلفش. انت ما بتخلفش. انا كملت اللي ناقص عندك واديني فلوس، انت عندك فلوس. راح التاني بقى الغضنفر بقى اللي هو ايه، اللي هو خدر له مراته، قال له بص كده. راح مطلع الموبايل، قال له بص كده شايف ايه على الموبايل؟ قال له ايه؟ قال له انا مصورك وانت بتعمل مع مراتي علاقه وهي متخدره. انا ممكن ارفع قضيه دلوقتي، قضيه زنا، او اعمل لك قضيه اغتصاب. ايه الحوار ده؟ مين اللي كتب الحوار ده؟ ابليس ده ولا مين؟ ولا مين ابليس ده ولا مين ده؟ مين ده؟ ايه الحوار ده؟ ايه الحوار ابن الجزمه ده؟ انا خدرت لك مراتي عشان يا نهار اسود. زي هادي ده، هادي جايه معاه من اوضه النوم. انت في ايه؟ ما انت على فكره الرسول لما تدخل بيتك وتلاقي واحد طالع مع مراتك من اوضه النوم ما تزعلش، اوعى تزعل. ده هاني. انتوا عاوزين توصلوا ايه لينا؟ هو انتوا مفيش قصص؟ مفيش قدوه في البلد؟ مفيش قدوه؟ لسه كنت عامل فيديو على الدكتور محمود مفيش حد يعمل لنا مسلسل زي مثلا الراجل عبد عاطي مدمر الدبابات ده. ما تجيبوا لنا الراجل اللي هو بتاع الرفاعي بتاع القصاحقه. مفيش القصص دي. ايه القصص دي؟ القصص الزباله دي؟ الزباله ده؟ يا نهار اسود يا جدعان. قال انا خلي بالك، لو انت هددتني اللي انت عملت لمراتي اللي انت خليتها تخلف، انا عملت علاقه، صورتك وانت بتعمل علاقه مع مراته وهي متخدره. بس انا ذكر. مين اللي كاتب السيناريو ده؟ ايه السيناريو ده؟ يا نهار اسود يابا. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ يا خرابي. علامات الساعة دي طيب ولا ايه؟ طيب يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الذين ايه عاوزين الفاحشة، مش حافظ الآية بالظبط، عاوزين الفاحشة تنتشر. هو ده اللي انتوا بتقدموه لنا؟ هو ده العشق الممنوع؟ ايه القرف ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيكتب القرف ده. قرف. انا خليت مش مدرك. في واحد يدخل يقول لي دلوقتي خلي بالك ده في المجتمع اوسخ من كده. يا باشا ماشي، ما المجتمع فيه زباله اكتر من كده، بس انت ليه ماسك على السلبيات؟ ما تجيب لنا حاجه ايجابيه يا عم، ادينا امل لبكره. انت ليه كل ما افتح الفيس وافتح المسلسلات قرف؟ واحد يبقى هيرجع وهو بيتفرج. ايه القرف ده؟ والله انا اتفرجت على المقطع وانا بقلب كده صدفه، بس الحوار شدني. ايه الحوار ده؟